هنتكلم النهارده على حاجتين او شخصين. اولا كابتن اسلام سكريبت ورساله شديده اللهجه بيوجهها لناس كتير. تاني حاجه فارس الكلمه المغوار والتويته اللي هو نزلها بعد اصابه امام عاشور في ماتش نادي الاسماعيلي امبارح. هنبدا بكابتن اسلام سكريبت اللي بيوجه رساله شديده جدا، بيوجه صفعه كبيره جدا للاعلام الغير منتمي، وبيوجه رساله للاعلاميين الغير مهنيين اللي هم بيطلعوا يتكلموا على قصه انتقال اللعيبه للنادي الاهلي في المده اللي ما ينفعش النادي الاهلي يتفاوض فيها مع اللعيبه دي. وبيتكلم ان النادي الاهلي مش بتاع كباري، النادي الاهلي دايما بيسلك الطرق الشرعيه دايما في التفاوض مع اللعيبه. ولما جه يضرب مثال بحد كان هيضرب مثال بنفسه، بعد كده تقريبا افتكر ان ما ينفعش يضرب مثال بنفسه وقال لا، يعني امام عاشور مثلا ان انتوا فاكرين ان هو راح الدنمارك وبعد كده رجع على النادي الاهلي فانتوا فاكرين بقى ان قصه الدنمارك كوبري ولا لا؟ لا اطلاقا، النادي الاهلي ما بيعملش كده. طب يا كابتن اسلام سكريبت، هو انت ليه لما جيت تدي المثل بنفسك قلت لا ولا بلاش اسلام؟ هل انت مثلا مقتنع من جواك ان انت موضوعك كان كوبري؟ الله اعلم، دي حاجه ما يعلمهاش غير ربنا وانت والناس اللي تفاوضوا معاك. بس انا عايز افتكر حاجه بسيطه قوي. كنت انت طلعت اتكلمت قبل كده عن قصه انتقالك من نادي الزمالك لاتحاد جده للنادي الاهلي، وقلت ان انت اصلا من البدايه ما كنتش حابب ان انت تنتقل لنادي الزمالك، انت كنت عايز النادي الاهلي، ولكن المسؤولين في نادي الاسماعيلي هم اللي ضغطوا عليك علشان تروح. بقلب كده بقى على اليوتيوب لقيت لقاء للاستاذ عدلي القيعي بيتكلم عن قصه انتقالك، وكابتن شوبير كان بيساله هل انت استغليت منصبك في اتحاد الكوره علشان تعرف الثغرات اللي في عقود ومنها عقد كابتن اسلام سكريبت الشاطر؟ قال له لا، الراجل اتفاوض معانا وهو اللي راح بمزاجه لنادي الزمالك. فاحنا عندنا كده حاجتين اتقالوا، حضرتك قلت ان انت رحت نادي الزمالك غصب عنك علشان خاطر الاداره، وميسيو عدلي القيعي او الاستاذ عدلي القيعي قال ان انت رحت نادي الزمالك برغبتك. فانا عايز اجابه من حضرتك واجابه من ميسيو عدلي، هل انت يا كابتن اسلام رحت نادي الزمالك بمزاجك ولا رحته علشان الاداره ما وافقتش ان انت تروح النادي الاهلي؟ بعيدا بقى عن قصه انتقالك بعد كده للنادي الاهلي والقصه دي كلها. كمان لسه من كام يوم ولا اسبوع ولا مش عارف ايه، شريف حازم لاعب النادي الاهلي السابق كان بيتكلم مع الاعلامي عبد الرحمن مجدي، وكان بيساله على قصه انتقاله من سموحه للسويد للنادي الاهلي، وقال له الناس ربطت القصه دي بان النادي السويدي ده كان كوبري علشان انتقالك للنادي الاهلي. شريف حازم كانت اجابته واضحه وصريحه، والفيديو موجود على اليوتيوب، اللي عايز يكذبني يروح يتفرج عليه. رده كان قاطع، كانت كوبري علشان انتقل للنادي الاهلي، ان انا نادي الاهلي لو كان فاوض سموحه كان يبقى فيه مغالاه في المطالب الماديه والقصه دي كلها، فما كانش ينفع النادي الاهلي يظهر في الصوره، فعلشان كده جبنا الكوبري ده اللي هو النادي السويدي جه اشتراني بمبلغ وكمان خد مبلغ زياده لان هو ضحى بلعيب من القايمه عنده، وبعد كده النادي الاهلي دفع لشريف حازم الفلوس دي وانتقل شريف حازم للنادي الاهلي. ومش هفضل اعد لك، مش هقول لك كان فيه وكان فيه وكان فيه، خلينا بس ايه المثال بتاعك اللي ممكن ناس تتفق او تختلف كان كوبري ولا لا، او النادي الاهلي تفاوض بطريقه شرعيه ولا لا. ولكن المثال الثاني شريف حازم ده طلع اعترف اعتراف صريح ان الموضوع كان كوبري. يا كابتن اسلام، انت هاجمت كل الاعلام او كل الاعلاميين ووصفتهم بالغير مهنيين اللي بيتكلموا في قصه انتقال اي لعيب من اي نادي للنادي الاهلي. طيب هات لي كام اعلامي ما اتكلمش ان احمد فتوح وزيزو حصل معاهم مفاوضات علشان يروح النادي الاهلي، واللي يتكلم في كوبري ويقول لك فلان مضى وفلان ما عملش؟ هات لي اعلامي واحد بس في مصر كلها في الاعلام الرياضي ما اتكلمش في القصه دي. افهم من كده ان انت بتهاجم كمان كابتن شوبير، كابتن سيف زاهر، وكل الاعلام، ولا انت قصدك حد معين؟ بس هي الفكره كلها زي ما قلت لك من شويه، مفيش حد اصلا ما اتكلمش في القصه دي، واخرهم كان في صحفي مع كابتن سيف زاهر اتكلم ان اصلا فتوح ماضي رغبه او ماضي مع النادي الاهلي من سنه. فانت قاصد تهاجم مين بالظبط؟ ده مفيش حد في الاعلام في بلدك كلها ما اتكلمش في القصه دي. فهل بقى هنشوف رد من كابتن شوبير وكابتن سيف زاهر والاعلام على كابتن اسلام سكريبت الشاطر ان هو بيصفهم بالغير مهنيين ولا لا؟ الله اعلم. انا جاي اهدي النفوس وماليش دعوه باي حاجه. الفكره بقى ان انت ليه دايما برضو مصمم تحشر او تجيب سيره نادي الزمالك حتى لو بصوره غير مباشره
وانت بتتكلم على الصفقات وتقول احنا ما عندناش ايقاف قيد، ما عليناش فلوس لانديه تانية. طب انت مالك ومال نادي الزمالك دلوقتي؟ يعني انت بشوف الاعلاميين دول غير منتميين، ما ترد عليهم دايركت. بتدخل نادي الزمالك في جمله مفيده ليه؟ وبتلقح وبتقول ان احنا مش موقف لنا قيد واحنا ما عليناش فلوس لانديه تانية. ليه يعني؟ اديني مبرر ليه. وبيكمل كابتن اسلام سكريبت الشاطر سابقا بيقول ان في محلل طالع بيتكلم على لعيب في النادي الاهلي ان هو من احسن اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، قصده على محمد عبد المنعم، يعني ان هو ده وقته ان هو المفروض يطلع للاحتراف. فكابتن اسلام سكريبت الشاطر زعلان ان ازاي واحد يقول، او محلل اللي بالمناسبه انا والله ما اعرف هو قصده على مين، زعلان ان بيقول على محمد عبد المنعم واحد من احسن اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي واللي موجودين في مصر، والمفروض ان ده وقته بقى ان هو يطلع بقى يحترف ويشوف مستقبله وافاده لمنتخب مصر والقصه دي كلها. طب يا كابتن اسلام سكريبت الشاطر طالع تهاجم الراجل علشان بيقول ان ده احسن لعيب في النادي الاهلي، وان احنا عايزين نزود عدد بقى المحترفين والمفروض الراجل يحترف وبلا بلا بلا والكلام ده. الراجل لم يرتكب اي جريمه ما علشان بيقول رايه ان الراجل ده لعيب مهم وكويس وشايف من وجهه نظره ان الراجل ده سنه دلوقتي مناسب للاحتراف، هو ما ارتكبش جريمه. طالع تهاجمه وتقول له هو انت محلل ولا انت سمسار ولا انت وكيل ولا انت ايه؟ والله كبرت الموضوع يا كابتن اسلام سكريبت. الموضوع مش مستاهل، الموضوع بسيط. هي الفكره كلها ممكن يكون بيتكلم ان احنا اللاعبين الكويسين اللي يصلحوا للاحتراف مش موجودين كتير، فالراجل بيقول لما صدقنا ان اللعيب كويس فممكن يطلع يحترف. الموضوع لا يتعدى وجهه نظر فنيه، وجهه نظر في احتراف لعيب من عدمه، بس انت فخمت الموضوع وكبرته زي ما يكون الراجل يعني دي سرق حاجه من بيتك ومشي. ولا انت السكريبت جالك تتكلم في القصه دي ولا ايه؟ وانا مش قصدي حاجه، السكريبت جالك انت اللي حضرتك قلت ان انت بيجي لك سكريبت وبتقعد تتناقش مع الناس فيه وفي الاخر بتتفقوا على سكريبت واحد تطلع تتكلم فيه، فده كلام حضرتك مش كلامي. وبيكمل كابتن اسلام سكريبت الشاطر سابقا وبيتكلم على مشكله التحكيم وبيقول ان في غلطات كبيره بقى لنا 3 اسابيع بس لازم ندي الفرصه الكامله لبيريرا ولجنه الحكام علشان الناس لسه جايه وما لحقتش ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا عندي سؤال واحد ليك يا كابتن اسلام سكريبت الشاطر سابقا، لو الغلطات دي كانت ضد النادي الاهلي، يعني اللي حصل في ماتش المقاولين واللي حصل في ماتش البنك الاهلي، لو كان بدل نادي الزمالك كان النادي الاهلي، كان هيبقى ده كلامك برضو عن التحكيم ولجنه التحكيم ولا لا؟ خصوصا ان احنا شفنا هجومك والكلام ده انت قلته في نفس الفيديو عن كابتن عصام عبد الفتاح ودوري الاحتواء ودوري روح البروتوكول وروح الفار ومش عارف ايه والقصه دي كلها. فهل لو كانت الغلطات دي كنت هتقول برضو نفس الكلام ده ولا لا؟ وبدل روح البروتوكول كنت هتقول دوري مش مقتنع ولا لا؟ الله اعلم. بس ما اعتقدش ان انت كان هيبقى ده رد فعلك لو كانت الغلطات ضد النادي الاهلي. ودي مش مشكله بالنسبه لي ان ده يبقى رد فعلك، انا مشكلتي بس ان انت دلوقتي جاي بتدافع عنهم وجاي بتقول نديهم الفرصه. فارس الكلمه المغوار حامي حمى النادي الاهلي نزل علينا بتويته بعد ماتش النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي بعد اصابه امام عاشور، علشان الناس اللي كانت بتتمنى اصابه امام عاشور تزيد والناس اللي بتشمت والقصه دي، وده بالمناسبه طبعا كلام غلط وكلام المفروض ان هو ما يحصلش. ولكن خليني اقول لكم هو قال ايه في التويته ونرد عليه. هو بيقول ايه بقى؟ التحفيل والهزار موجودين في الكوره في انجلترا واسبانيا والسعوديه والارجنتين والمكسيك وكل حته في العالم، وهم ملح كره القدم لانها مش تنس، انما اللي بنشوفه من الناس دي ما شفتهوش في اي مكان، لا راجل، ولا له علاقه لا بالكوره ولا الاخلاق. متاكد؟ خد في اعراض وسبب ابشع الالفاظ والفرح والشماتة في إصابة لاعب عقليات وأجيال صنعها مرتضى. والله أنا مش عارف أنت إزاي جالك الجرأة تطلع تتكلم إن أنت قبل كده ما شفتش خوض في أعراض وما شفتش وما شفتش وما شفتش، لأن هنرجع بعيد ليه؟ ماتش السوبر اللي كان في الإمارات أكيد أنت عارف اللي عمله جمهور النادي الأهلي من الخوض في الأعراض والشتيمة والسب وكل يعني الموبقات اللي ممكن تقدر تقول عليها اللي حصلت تجاه شيكابالا. فما تجيش تقول لي ان دي حاجه انت ما شفتهاش واول مره تشوفها وملهاش علاقه بالكوره ولا علاقه بالاخلاق. طب اللي كان حصل ساعتها هل طلعت قلت عليه نفس الكلام ولا لا؟ لا، انت ساعتها طلعت هاجمت شيكابالا وما ينفعش اللي عمله، وفي ابهات وامهات قاعدين في المدرج وشافوا الكلام ده، لكن سبحان الله نفس الابهات والامهات والاطفال ما سمعوش الشتيمه. سبحان الله، هما بيسدوا ودانهم في الشتيمه لكن بيشوفوا الافعال فمش هيعرفوا يغمضوا. يا سبحان الله. وازاي جات لك الجرأة ان انت تقول ان دي اول مرة تحصل؟ جبتها منين يا اخي؟ جبتها منين الجرأة دي؟ وبتقول ان الخوض في الاعراض والسب بابشع الالفاظ دي حاجة جديدة علينا ومش عارف ايه واول مرة تشوفها. طب هو انت ما شفتش شيكابالا حصل معاه ايه لما الناس راحت التراب واللي مش عارف؟ يعني انت ما شفتش الكلام ده يا باشا؟ ولا انت عايش معانا في مصر هنا
ولا انت عايش بتقدم البرنامج من حته بره مصر؟ ما يعني فهمني، قول لي انت عايش معانا ولا عايش فين؟ وجاي بتقول اجيال صنعها مرتضى. طب انت بتقول ان هي بص هقول لك على حاجه، انت صح يعني. شوف بقى، انا هريحك واقول لك ان انت صح، واللي بيعمل الكلام ده من جمهور نادي الزمالك اجيال صنعها مرتضى. طب اللي عمل كده عندكم في جمهور النادي الاهلي اجيال صنعها مين؟ صنعها مين؟ رد عليا فهمني. يعني ماشي يا عم. يعني الناس الوحشه دول اللي بيتمنوا الاصابه لامام عاشور ان هي تزيد والكلام ده اللي انا ضده بالمناسبه، الناس دي وحشه ودي اجيال صنعها مرتضى. طب الناس اللي عندكم اللي ثبت شيكابالا باقذر الالفاظ واتهمته وخاضت في عرضه وشتمته، والناس اللي راحت التراب والحاجات دي كلها، دي اجيال صنعها مين عندكم؟ لو انت هتتكلم ان اللي عمل كده اجيال صنعها مرتضى لان ده رئيس نادي الزمالك، فانا ممكن اقول لك برضو بالمناسبه دي اجيال صنعها كابتن محمود الخطيب. وبلاش كابتن محمود الخطيب عشان ممكن تزعل والناس تاخدها في حته ثانيه، اجيال صنعتها سيادتك وصاحبك والاستاذ عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي وكابتن اسلام سكريبت الشاطر. ما انا ممكن اقول لك كده، ما اجيال صنعها مين؟ ما انت لازم ترد. لو دي اجيال صنعها مرتضى، اللي قصادهم بقى اجيال صنعها مين؟ فنداء اخير لفارس الكلمه المغوار وصاحبه اللي اكيد كتب حاجه شبه كده برضه بس انا للاسف ما شفتهاش، والكابتن اسلام سكريبت الشاطر. يا كابتن اسلام ويا فارس الكلمه المغوار، انا ما اعرفش انت برضه بيجي لك سكريبت زي كابتن اسلام ولا لا، ولكن نصيحه مني تغير او تغيروا الناس اللي بتكتب لكم السكريبت لانها بتلبسكم في الحيطه. سلام.